إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر عام 2024. كما عودناكم دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نقدم فيها إعادة قراءة نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة الذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. الحكومة الأثيوبية ترحل نحو 300 معتقل إريتري قصرا إلى إريتريا. رئيس مجلس السيادة السوداني يقوم بزيارة إلى جوبا في ثاني زيارة له بعد إريتريا خلال أسبوع. ورئيس إقليم أرض الصومال المنتخب حديثا يقول إنه يدعم ويؤيد مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة السابقة مع أثيوبيا. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قالت مصادر لإذاعة إرنا إن الحكومة الأثيوبية تقوم بترحيل مئات من المعتقلين الإريتريين قصرا إلى إريتريا منذ 3 ديسمبر الجاري. وبحسب المصدر تم حتى الآن ترحيل حوالي 300 إريتريين على متن 6 حافلات إلى إريتريا خلال اليومين الماضيين. وأفادت المصادر بأن عملية ترحيل الإريتريين المعتقلين في السجون الأثيوبية لا زالت مستمرة. وكانت الحكومة الأثيوبية قد قامت بترحيل أكثر من 200 إريتري بطريقة مماثلة الأشهر الماضية. وتقوم قوات الأمن الأثيوبية بتنفيذ حملة اعتقالات مكثفة تستهدف الإريتريين فقط. وكان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قال للبرلمان الشهر الماضي إنه سيتخذ إجراءات ضد الأجانب المتورطين في الصرافة والتحويلات المالية وغيرها من الأنشطة غير القانونية. وفي وقت سابق كانت السلطات الأثيوبية قد أبلغت عن حملة اعتقالات متكررة لاعتقال الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامات قانونية. ومع ذلك فإن عملية الاعتقالات والترحيل تستهدف الإريتريين بشكل أكبر، ويعتقد الكثيرون أن لها دوافع ورسائل سياسية. بعد أسبوع من زيارته إلى أسمرة، قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أول أمس الأربعاء بزيارة إلى جنوب السودان على رأس وفد رفيع المستوى. وأطلع البرهان خلال الزيارة الرئيس الجنوب السوداني سلفا كير ميارديت على مجمل تطورات الأوضاع في السودان، كما ناقش الجانبان القضايا السياسية وأمن الحدود والقضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما في ذلك استئناف تدفق نفط جنوب السودان عبر الموانئ السودانية للتصدير. وكان مسؤولون سودانيون أعلنوا في مارس الماضي عن توقف خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل النفط من جنوب السودان عبر السودان للتصدير بسبب مشكلات لها صلة بالحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع. أيد رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي المنتخب حديثا عبد الرحمن محمد عبد الله عرو دعمه لمذكرة التفاهم التي وقعها سلفه موسى بيحي عبده مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد مطلع يناير الماضي. ووفق ما ذكر موقع الصومال الجديد، أوضح عبد الرحمن عرو دعمه الكامل للاتفاقية مع أديس أبابا، والتي تنص على حصول أثيوبيا على منفذ بحري مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. وبحسب المصدر فإن رئيس حكومة الإقليم المنتخب حديثا كان قد أعلن في وقت سابق بأنه لم يطلع على مذكرة التفاهم، وأنه سيتخذ القرار بعد اطلاعه على المذكرة.
من جهة ثانية، حذر وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور أثيوبيا من أن قواتها ستعتبر قوات احتلال بعد نهاية ديسمبر الحالي ما لم تنسحب من مذكرة التفاهم الموقعة مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وذلك قبل الموعد الذي ينتهي فيه عمل بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي أتميس. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام المحلية في مقر وزارته، وفق ما ذكر موقع الصومال الجديد. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أسلفنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نقدم لكم فيها إعادة لحلقة قراءة نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد ارتئينا استحسان قراءته تذكيرا للمستمعين والمستمعات بحقوقهم المنسية، وذلك بمناسبة الذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي توافق الثلاثاء القادم 10 من ديسمبر. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، أهلا بكم مجددا. مرت علينا قبل 5 أيام، أي في 10 من ديسمبر الحالي، الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 من ديسمبر عام 1948 بموجب القرار الذي يحمل الرقم 217,000. وتحل ذكرى هذه الوثيقة التاريخية التي اعتبرت بمثابة المعيار المشترك الذي ينبغي أن يكون الهدف والغاية السامية لكل الشعوب والأمم التي تتطلع لتحقيق العدالة الإنسانية والقيم الأساسية التي يجب حمايتها والحفاظ عليها، إيمانا منها بقيمة الإنسان الذي وجد لعمارة الأرض في الوقت الذي يشهد فيه العالم تراجعا مخيفا في حقوق الإنسان الأساسية، وتمر الأمم والشعوب بأخطر كارثة إنسانية على الكرة الأرضية بعد الحرب العالمية، قتلا ودمارا وتشريدا واعتقالا وكبحا للحريات في مختلف البقاع، دون أي اكتراث لذلك من قبل المجتمع الدولي المعني بحماية هذه النظم وتفعيل نصوصها. ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة هامة وجدت الاستحسان والقبول والاعتراف على نطاق واسع عالميا كوثيقة مرجع عالمي، إلا أن هذا الاعتراف أو المصادقة على العمل بموجبها أصبح حبيس الأضابير في معظم الأوقات، وصارت مضامينها مجرد حبر على ورق تطبق وفق الأهواء والأمزجة. وبالرغم من أن هذه الوثيقة التي توصف دائما بالمرجعية المهمة وتمت ترجمتها إلى نحو 500 لغة من لغات العالم، وذلك بغية أن يتعرف إنسان هذا الكوكب على أهم حقوقه الأساسية، نجد انتهاكا واضحا وصريحا لها، ليس من الأشخاص أو الدول التي سبقت مولد الوثيقة فحسب، بل من الدول والمؤسسات التي ساهمت في إعداد هذا الإعلان. وبهذه المناسبة، أي الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دعونا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث نتعرف أكثر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو قانون حقوق الإنسان، من خلال الوقوف على نصوصه لمعرفة حقوقنا التي ينبغي أن نحصل عليها أولا، ومعرفة إلى أي مدى يتم التعامل بهذه الحقوق في عالم اليوم، وذلك من خلال قراءة ديباجة ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. راديو إيرنا. راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. يتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ديباجة ومواد بلغت 30 مادة على النحو التالي. أولا، الديباجة. تقول ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، في حين أن تناسي حقوق الإنسان قد أدى إلى أعمال همجية أثارت غضب ضمير البشرية، وظهور عالم يتمتع فيه البشر بحرية الكلام والمعتقد والتحرر من الخوف والعوز،
قد أعلن أنه أعلى تطلعات من عامة الناس. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اضطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها، ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد، فالآن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مضطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها. هذه إذاعة إرنا. وفيما يلي مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نأتي إلى قراءة نصوص المواد. المادة الأولى: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. المادة الثانية: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون ما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته. المادة الثالثة: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. المادة الرابعة: لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. المادة الخامسة: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. المادة السادسة: لكل إنسان في كل مكان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. المادة السابعة: الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دون ما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. المادة الثامنة: لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. المادة التاسعة: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. المادة العاشرة: لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه. المادة 11 الفقرة الأولى: كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. الفقرة الثانية من المادة 11: لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أي عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي. المادة 12:
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. المادة 13 الفقرة الأولى: لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. الفقرة الثانية من المادة 13: لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده. المادة 14 الفقرة الأولى: لكل فرد حق التماس ملجأ في بلد آخر والتمتع به خلاصا من الاضطهاد. الفقرة الثانية من المادة 14: لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هنالك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15 الفقرة الأولى: لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. الفقرة الثانية من المادة 15: لا يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته. المادة 16 الفقرة الأولى: للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. الفقرة الثانية من المادة 16: لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. الفقرة الثالثة من المادة 16: الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17 الفقرة الأولى: لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. الفقرة الثانية من المادة 17: لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. المادة 18: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة. المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون ما اعتبار للحدود. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، ما زلتم تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي خصصناه في حلقة اليوم لقراءة نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بمرور الذكرى 75 لصدوره، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المادة 20 الفقرة الأولى: لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. الفقرة الثانية من المادة 20: لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. المادة 21 الفقرة الأولى: لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. الفقرة الثانية من المادة 21: لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده. الفقرة الثالثة من المادة 21: إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. المادة 22: لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكلة كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. المادة 23 الفقرة الأولى: لكل شخص حق العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة. الفقرة الثانية من المادة 23: لجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساو على العمل المتساوي. الفقرة الثالثة من المادة 23: لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية. الفقرة الرابعة من المادة 23: لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. المادة 24: لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة. المادة 25: الفقرة الأولى: لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق فيما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. الفقرة الثانية من المادة 25: للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين، ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار. المادة 26: الفقرة الأولى: لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا، ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم، ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءاتهم. الفقرة الثانية من المادة 26: يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام. الفقرة الثالثة من المادة 26: للآباء على سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم. المادة 27: الفقرة الأولى: لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية وفي الاستمتاع بالفنون والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. الفقرة الثانية من المادة 27: لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه. المادة 28: لكل فرد الحق في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق فيه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان بالكامل. المادة 29: الفقرة الأولى: على كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل. الفقرة الثانية من المادة 29: لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها هذا القانون، مستهدفا منها حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي. الفقرة الثالثة من المادة 29: لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30 والأخيرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي دولة أو جماعة أو أي فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه. هذه إذاعة إرنا.
استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة الأسبوع من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الحكومة الأثيوبية ترحل نحو 300 معتقل إريتري قصرا إلى إريتريا. رئيس مجلس السيادة السوداني يقوم بزيارة إلى جوبا في ثاني زيارة له بعد إريتريا خلال أسبوع. ورئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي المنتخب حديثا يقول إنه يدعم ويؤيد مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة السابقة مع أثيوبيا. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إيرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله.